السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. حبيت الحقكم النهارده بفيديو على السريع كده. لو ما كنتوش لحقتوا تشتروا شوكولاته العيد، تعالوا نعملها سوا بطريقه سهله جدا وبمكونات بسيطه، بواقي حاجات كده عندنا في البيت من رمضان. هتعمل لك احلى شوكولاته، هتقدميها ضيافه جميله جدا، صحيه ومفيده ومغذيه وشكلها شيك، وتعتبر ببلاش. هنعملها من بواقي رمضان، وهتقدميها في العيد بشكل شيك جدا، يشرفك قدام ضيوفك بشكل حلو قوي، وكمان طعم جميل جدا. الكل هيسألك انت عاملاها ازاي. شوكولاتتنا النهاردة مميزة بطعم جديد، بنكهة جديدة، بفايدة، بطعم، كل حاجة. يلا من غير كلام كتير ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الشوكولاتة ازاي. انا اتبقى عندي كده شوية من التمر بتاع رمضان، التمر الطري اللي احنا بنفطر عليه عادي. غسلته ونضفته من النوى، ودول حوالي كده من 10 ل15 تمرة، يعني اللي كان موجود عندك، متلتزميش بعدد معين. وكان عندي كده نص كوباية من السوداني المحمص. جبت بسكوتة من بسكوت الشاي، وكمان واحدة من الهوز، او تقدر تستخدمي اي بديل او تستغني عنه خالص. ببدأ كده في الكبة، بحط السوداني بتاعي يتفرم معايا، يعني ياخد له ضربتين كده الاول لحاله كده، لحد لما يوصل معايا لمرحلة الحبيبات. يعني شايفين بالشكل ده كده، يعني يتفرم ما يبقاش بودرة، يبقى مفرول كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، حبيبات صغيرة خالص من السوداني. في المرحلة دي بقى اي نوع بسكوت شاي انت بتحبيه، هنجيب بسكوتة يكون حجمها كبير، مش البسكوتة الصغيرة، عشان انا عندي هنا التمر كتير. طبعا الكميات دي انت تتحكمي فيها زي ما انت عايزة تعملي الكمية اللي تناسبك. هحط كمان البسكوت في الكبة، وهحط كمان عليه رشة من القرفة، ودي اختياري، انا بحب اضيفها، بتدي طعم حلو قوي للبسكوت. بعد كده هنزل بقى بالكيكه بتاعتي اللي بالشوكولاته، تضيفي اي نوع انت بتحبيه، او تقدري تستغني عنها خالص تماما، مش هتأثر معانا في الوصفه، بس هي بتديني طعم حلو. هضرب كل المكونات دي كده مع بعضها في الكبه. الوصفه النهارده سهله وسريعه، ومن ابسط المكونات هتطلع معاكي اعلى وافخم النتائج. بعد كده بقى هنزل بالتمر بتاعي زي ما قلت لكم، مغسول ومنزوع النوى ومتنضف كويس جدا. هضيفه بقى على خليط البسكوت بتاعنا اللي احنا عاملينه السوداني، وبعدين هنضربه في الكبة لحد لما التمر بتاعنا يتفرم معايا كويس جدا، وهيتداخل في العجينة بتاعتنا بتاعت البسكوت او في خلطة البسكوت. هتحسوا ان هو تداخل تماما، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده، لونه وشكله وريحته بقت تحفة. مكونات بسيطة جدا طلعت معايا عجينة حلوة جدا، بدون فرن، بدون تعب، بدون بيض، بدون اي اضافات خالص. طلعت معايا العجينة وبسهولة جدا اتعجنت. شايفين في ايديا بتتعجن بمنتهى السهولة، ريحتها تحفة، وعايزة اقول لكم ان كل مكوناتها صحية وغذائية جدا. نقدر حتى مش نعملها في العيد، نعملها على طول للولاد. بقسم العجينة بتاعتي كده لجزئين، جزء منهم بضيف عليه شوية من جوز الهند. ده طعمه بيبقى شبه الباونتي قوي يا بنات، يعني لما بتحطوا جوز هند في الخلطة دي بتبقى طعمها زي الباونتي. فانا بحط شوية من جوز الهند وبعجنهم كده في الخلطة، والجزء التاني حابة ان انا اسيبه سادة كده بدون جوز هند. هنبدأ بقى نكورها كور كده حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا بحب الكور كده تبقى وسط، في حجم الفريرو روشيه كده. بجيب صينية بقى نضيفة، ونبدأ بقى نكور العجينة بتاعتنا او البسكوتة بتاعتنا او الشوكولاتة زي ما تحبوا تسموها سموها. هي بصراحة تحفة، يعني في كل المسميات تمشي معانا. بجهز كده الخلطة بتاعتنا او العجينة بتاعتنا، وبجيب كيس تلاجة نضيف، بحط كده على نص شوية من جوز الهند عشان افصل ما بين المعمولة بالجوز الهند والسادة. وعندي هنا كده قالب من الشوكولاتة، فكيته طبعا في حمام بخار. كلنا عارفين ان احنا ازاي بنسيح الشوكولاتة، او تحطيها في الميكروويف او تسيحيها على حمام بخار. مهم تسيحي قالب من الشوكولاتة كده المطبخ العادي. استخدمي دريم، حلوة جدا، بتديكي طعم حلو، دريم بالحليب طعمها حلو قوي. وبعد كده بالشوكة كده بغطس واحدة واحدة، وبخبط بالشوكة خبطتين كده، بنزل الشوكولاتة الزيادة، وبعدين بحطها على الجوز الهند. هنا الشوكولاتة عندي كانت تقيلة شوية، فخفتها بشوية من الزيت. يعني لما بنلاقي الشوكولاتة تقيلة بنخفها بزيت يا بنات، مش بتتخفي لا بلبن ولا بمية ولا اي حاجة، هي الشوكولاتة بتتخفي بزيت. هبدأ اخد واحدة بواحدة كده، وبعدين احطهم في الشوكولاتة، اغطسهم كويس، وبعدين بالخبطتين بالشوكة كده تنزل الزيادة، وبحطها على الكيس التلاجة النضيف بالشكل ده كده، لحد لما اخلص كل الكمية بتاعتنا.
الجو برد ممكن تحطيها في التلاجة او ممكن تسيبيها كده بره على الرخامة شوية، هي هتشد لوحدها الشوكولاتة بتاعتنا وهتديكي الشكل النهائي اللي انت عاوزاه. ممكن تحشيها كمان بمكسرات من جوه، يعني لو عندك مكسرات ممكن وانتي بتكوري الكور دي تحطي في قلب كل واحدة قطعة كده من المكسرات، ده برضو اختيار. بعد كده ما خلصت كل القطع بتاعتي حطيتها كده على صينية ودخلتها التلاجة علشان الشوكولاتة تشد معايا بسرعة. وبعد كده بعد ما تطلع معايا ده بيبقى شكلها يا بنات تحفة ومتماسكة وشكلها حلو جدا، وطعمها كمان بيبقى جميل جدا ومميز، وتقدري تقدميها في العيد كضيافة او للولاد حتى كده صغيرين، او لو ما جبتيش شوكولاتة تقدري تستغني بيها عن الشوكولاتة. سهلة وسريعة وما خدتش مننا اي وقت ولا اي تكلفة ولا اي مجهود، طعمها حلو جدا طرية من جوه وطعمها مميز. اتمنى تجربوا الوصفة واتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.